السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دواك في نبات. معاكم دكتورة غادة عليوة وبكلمكم من راديو كافيه. هنتكلم النهاردة عن نبات رائع معروف في عالم الأعشاب إنه من أشهر الأعشاب المستخدمة في عالم المضادات الحيوية وتقوية الذاكرة وعلاج مشاكل عسر الهضم. معروف برضو بقدرته على تطهير وتعقيم الجسم وتخفيف آلام الراس وتقوية الذاكرة ومنع الكحة والبرد والإسهال. تعالوا نعرف أكتر عن عشبة النهاردة بالتفصيل. عشبة النهاردة معروفة إن هي مضاد حيوي طبيعي بيعمل على تطهير وتعقيم الجسم من البكتيريا والفطريات وغيره. كمان معروف عنه إنه علاج لأمراض الجهاز التنفسي زي الكحة، الربو، كمان التهاب الشعب الهوائية، وبيخفف انسداد الأنف لأنه بيقلل لزوجة المخاط اللي هو البلغم، فبيسهل طرده وخروجه من الجسم. كمان معروف جدا انه جميل جدا في علاج مشاكل الجهاز الهضمي زي الغازات اللي هي الانتفاخات، الاسهال، وجود الطفيليات زي ما قلنا هو مضاد حيوي طبيعي. كمان مفيد في عمليات تنظيف الدم والالتهابات في المسالك البولية. كمان عليه دراسات بتقول إنه مهم جدا في محاربة الأمراض السرطانية، وده لأن في مادتين ليهم اهتمام كبير الأيام دي عن دورهم في محاربة الخلايا السرطانية. النبات اللي بتكلم عنه النهاردة هو الزعتر. أكيد كتير منكم استشفوه لما قلت إنه مضاد حيوي طبيعي ومضاد للفطريات. الزعتر حلو جدا ونقدر نستخدمه عن طريق الشرب ان احنا بنغليه زي اي عشبة تانية. ممكن نحط الزعتر المطحون او غير المطحون حتى العشبة بتاعته مع زيت زيتون في برطمان ونغطي عليه ونحطه في مكان ضلمة محفوظ مش في حرارة عالية ونسيبه ننقعه، وبعد كده نستخدم زيت الزيتون اللي منقوع فيه الزعتر ده كدهان بقى على الجسم، على المفاصل عشان التهاب المفاصل، او على الصدر علشان الربو ونزلات البرد. كمان الزعتر حلو جدا لما بيتحط كتوابل، ممكن بيعملوا منه الدقة مع السمسم والسوداني والكمون. كمان ممكن يتحط على البيتزا سواء في العجينة أو مع الصلصة. كمان في ناس كتيرة بتحطه على المكرونة أو غيره، فهو رائع جدا ومفيد جدا 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 ومطهر ومنقي للدم ومنظف للأمعاء للجهاز الهضمي كله. كمان الزعتر كان معروف زمان كتوابل، وكانوا بيستخدموه في العصور الوسطى في تعقيم الجسم وتخفيف آلام الراس وتقوية الذاكرة وعلاج الاستسقاء والالتهابات والتبول المفرط، كمان تنظيم الحيض عند النساء. كمان في الطب الشعبي بيستخدموه لآلام البطن والغثيان ونزلات البرد وآلام الأذن والكحة والصداع والديدان والإكزيما والتهابات اللثة وغيرها. كمان الزعتر بيساعد على النوم الهادي والسليم عند الرضع والأطفال اللي بيعانوا من نزلات البرد، لأن زي ما قلنا هو بيقلل لزوجة المخاط ومفيد في أدوار البرد والجهاز التنفسي. بس طبعا أي أعشاب بتتاخد للأطفال من عند عمر 4 ل6 شهور. كمان كانوا بيستخدموا أوراقها إن هما بيحطوها على الجروح مباشرة لإيقاف النسف. وزي كل حلقة لما بتكلم عن الفوائد بحب برضو إن أنا أنوه عن الأعراض الجانبية، وزي ما بقول برضو كل حلقة الأعراض الجانبية بتكون في الغالب في زيادة استخدامه، يعني لو استخدمنا الحاجة بكميات كويسة ممكن ما يحصلش منها أي عرض جانبي. طيب أعراض الزعتر الجانبية زي إيه؟ زي اضطرابات الجهاز الهضمي، ممكن يحصل حساسية منه لبعض الأشخاص لو استخدم بزيادة، أو لو دهناه بزيادة ممكن يحصل تهيج للجلد. كمان هو غير مفضل للمرأة الحامل. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وأشوفكم على خير إن شاء الله التلات الجاي في حلقة جديدة من برنامجكم دواك في نبات. كان معاكم دكتورة غادة عليوة وبكلمكم من راديو كافيه. دمتم بخير وصحة. مع السلامة.